مسا الخير عليكم البنات، واش راكم؟ شو الاحوال؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله دائما نصيبكم في الخير. نزيد نرحب بالمشتركين اللي انضافوا ليا، نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا. نورتوني ونورتوا قناتي. اليوم جيتكم بوصفه خفيفه ظريفه، وهي تحليه الطبقات بالفلان تاع زمان، يعني اللي يشفالها على بالي باللي يشفالها. انا ما نطولش عليكم، تفضلوا معايا شوفوا المقادير. نبداو بسم الله على بركه الله في المقادير. هذوما المقادير تاع التحلية تاعنا تاع الطبقات بالفلان. واش فيها شكيورة الحليب، راكم تشوفوا هنايا شكيورة الحليب، وهنا عندي 3 بايط تاع الفلان بنكهة الشوكولا، بنكهة الفاني، وبنكهة الفراولة. وش عندنا معاها؟ عندي معاها النشا ولا مايزينا، وعندي هذا البسكويت اللي راهو يتباع في الاسواق يكون رقيق. هنا جبنا البلا هذا اللي يكون غامق، درت له السيلوفان كامل، وعندي الحليب. هنا دوك نفتح الكاطو هذا. نتوما اختاروا هذا الكاطو اللي يكون رقيق. هكذا نفتحوه باش نديرو في البلا تاعنا. نديرو طبقات تاع البسكوي هكذا، نغمسوه، نحطو نشمخوه غير في الحليب، ونحطو طبقات تاع البسكوي. انا هنايا القاعده حندير 2 طبقات فوق بعضها هكذا. نحاولوا ما نخلوش مسافه، يعني حاولوا تلصقوهم مليح هكذايا وهكذايا. وانتم اختاروا هذاك البسكوي اللي ما يكونش مكسر باش ما تضلوش تلفقوا فيه هكذايا، ونلصقوا نشمخوه غير نغطسوه فقط في الحليب ونرفدوه ماشي حتى يذوب معاكم هكذايا، ونستفو. يعني نديرو الطبقه الاولى ومن بعد نزيدو الطبقه اللي فوقها هكذا. نحاولوا نرصوهم ما نديروش مسافه باش التحليه تاعنا يجو هذوك الطبقات يبانوا هكذا. نحاولوا ندخلوهم مليح في بعضهم هكذا. هنا درنا 2 طبقات راكم تشوفوا، ما خليناش مسافه. انا درت الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. هنا نولي للكريمه ولا كريمه الفلان. واش عندي؟ بواطه فلان، عندي النشا وعندي الحليب. هنا حنكيل لكم نص ريتله تاع الحليب وشحال تجي فيها بالكاس، يعني كاين اللي ما عندوش ميزان ولا الكيل. هنايا يجوني نص ريتله، تجيني 2 كيسان. هادو 2 كيسان تاع الحليب ونص. يعني النص ريتله اللي ما يعرفش نص ريتله شحال فيها بهذا الكاس، يعني تجي فيها 2 كيسان ونص. هذا 2 كيسان حطيتهم وهذا النص هكذايا. هنايا راني كيلت معاكم بالكاس. هنا نزيدو نحطو هذاك الكيس تاع الفلان. انا اخترت الطبقه الاولى، راح نديرها بنكهه الشوكولا هكذا. نفرغو، يعني هنايا درنا نص ريتله حليب مع كيس تاع الفلان هكذا. يعني هذه التحليات كانت دايره حاله زمان. نزيدو نضيفو معاهم مغرفه معمره تاع مايزينا هكذا. راكم تشوفوا انا المغرفه تاعي كبيره شويه هكا، ونحركو مليح باش نحلو هذيك المايزينا مليح في الخليط، يعني بارد في بارد هكذا. خلطو، لازم هذيك المايزينا ما تبقاش دايره تكتلات حتى نشوفوها تحلت في الحليب نتاعنا. هنا زيد انا عندي من نكهه الشوكولا، اللي ما عندوش عادي، يعني هذيك الفلان فيه النكهه فقط. انا عندي حبيت نعزز النكهه هكذا. نزيد درت له نكهه الشوكولا ونخلط هكذا. ياكم تشوفوا هنايا تحلت لي كامل. دوك ندي نرفع الكسرونه فوق النار. هنا نشعلوا عليها النار ونحطوا الكسرونه. هنايا لازم نبداو نخلطوا، ما نحوش يدينا من فوق النار هكذا حتى نشوفوا الخليطه تاعكم بدا يتقال هكذايا. هنايا بقاو تخلطوا حتى نشوفوا الخليطه تاعكم بدا يتكاتف ويتقال معاكم هكذا. شوفوا هنايا كيفاش ولا، راكم تلاحظوا باللي بدا يتقال معايا. هنا نزيد ندير كميه تاع شوكولا. انا كانت عندي كميه قليله حبيت نزيدها. اللي ما عندوش عادي، راني قلت لكم الفلان فيه نكهه الشوكولا. هنايا راهو تقال معايا، راكم تشوفوا القوام تاعو، راكم تشوفوا كيفاش ولا، يعني تقال واختار معايا. هنايا ما نزيدلوش. هنا نطفي النار ومباشره هكذا نروح نجبد البلا تاعي هكذايا. مباشرة نفرغوا هذاك الخليط فوق طبقة البسكوي هكذا.
نحاولوا نوزعوا هذاك الخليط كامل فوق طبقة البسكويت. يعني هذه هي الطبقة الأولى. يعني هذه التحلية كانت دايرة حالة زمان، يعني قليل يعني الجيل الذهبي أكيد رايحين يعرفوها. يعني وحبيت تشاركوني في لي كومونتير تقولوا لي إلا تشفاو عليها. هنا درنا طبقة تاع الشوكولا، دوكا نخليها تبرد. هكذا نحاولوا نحطوها تبرد باش تتماسك، باش نقدروا نديروا الطبقات اللي بقاو. هنا تماسكت راكم تشوفوا كيفاش ماهيش تلصق. هنا نزيدو نجيبو نديرو الطبقة الثانية تاع بسكوي. هنا ما نديرش زوج طبقات، ندير فقط طبقة واحدة تاع البسكوي. هكا نشمخو الكاطو تاعنا في الحليب، يعني غير تدخلوه رفدوه ماشي حتى يذوب معاكم. هكذا نغطسوه ونحاولوا نفرشوا هذيك الطبقة تاع البسكوي. يعني نغطو كامل هذاك الفلان بطبقة البسكوي. هكذا نحاولوا ما نخلوش مسافة باش هذوك الطبقات يخرجوا شابين. هكذا نحاولوا نزيروهم. هكذا نتوما اختاروا هذوك البسكوي اللي يكون صحيح ماشي مكسر. هكذا ياكم تشوفوا مانيش نخلي مسافات، يعني هذوك الشقاق لازم ندخلوهم مليح. هكذا هنا درت الطبقة الثانية. دوك نحطها جانبا ونولي الطبقة الثانية تاع بنكهة الفاني. هنا راح ندير نكهة الفاني، عندي فلان فاني، وهنايا راني مكيلة زوج كيسان بهادو وزوج كيسان ونص تاع الحليب. هاني هنايا كنت مكيلتهم لكم، فقط حبيت نوريلكم. هنا نحطو هذاك الكيس تاع الفلان في نص ريتلة تاع الحليب، ونزيدو نديرو لهم مغرف كبيرة تاع مايزينا ولا نشا. هكذايا هنا واش نديرو، نجيبو الفوي ونبداو نخلطو. هنا راني محددت لكم النص ريتلة، نعاود نذكر فيها زوج كيسان ونص تاع الحليب. هكذا خلطوا مليح حتى ما يبقاش تبان. راكم تشوفوا هنا ما بقاتش تبان المايزينا. هنا دوك نرفعها فوق النار، نحطوا الكاسرونه تاعنا فوق النار ونبقاو نخلطوا. هنا نزيدو نديرو كيما خدمنا في الطبقه الاولى. هنا نبقاو نخلطوا، ما نحوش يدينا من فوق النار حتى يبدا يتكاتف. شوفوا هنايا كيفاش بدا يتقال معايا وبدا يولي ثقيل. هكذا هنايا نبقى نحرك. هنا راكم تشوفوا كيفاش ولا ثقيل. هنا راني شوفوا باللي ما نزيدلوش. هنا نطفي عليه النار ومباشرة نروحو نخرجوا البلا. نزيدو نجيبو هذاك البلا. شوفوا هنا بعد ما درت الطبقة تاع البسكوي نزيد ندير الطبقة الثانية بنكهة الفاني. هكذا نحاولوا نفرغوا كامل هذاك الخليط فوق البسكوي بالتساوية، يعني ماشي جهة تكون نهبط بالسباتول. هكذا كل مرة نخلي البلا تاعي يبرد شوية. هو تمتم يبرد، يعني تمتم يتحيحكم روحو. هنا واش ندير له، هنا نخليه يبرد ويتماسك. هنا راني وليت له، شوفوا كيفاش تماسك، ما يوليش يلصق. هنا نزيد ندير الطبقة الأخيرة تاع البسكوي. هنا نخرج البسكوي ندير الطبقة الأخيرة، فقط نغمس هذاك الكاطو ندخله خرجة ماشي حتى يذوب. هكذا ونحاول ندير طبقة تاع بسكوي. هاكم تشوفوا كيفاش راني نفرش هذيك الطبقة تاع البسكوي. يعني هذه الطبقة التحلية بزاف مليحة، يعني بكري في زمانها كانت دايرة حالة. هكذا نديرو طبقات تاع البسكوي، نحاولوا نغطو كامل طبقة الفلان. هكذا يعني يجيب بعدة نكهات، بنكهة الشوكولا وبنكهة الفاني وبنكهة الفراولة، يعني تحلية ولا أروع. هكذا نحاولوا نوزعوها كامل هذاك نفرشو كامل هذاك البسكوي على الفلان. هكذا راكم تشوفوا يعني أسهل منها ما كانش. هنا درت الطبقة تاع البسكوي نحطها جانبا ونولي للطبقة الأخيرة يعني بنكهة الفراولة. هنا جبنا البطاطا تاع الفلان بنكهة الفراولة ونص ريتلة تاع الحليب. كنت مكيلت لكم الحليب، يعني زوج كيسان ونص، هي نص ريتلة.
نفرغوا هذاك الفلان. راكم تشوفوا ما فيهاش مقادير كبيرة وتخرج لكم كمية كبيرة. هاكم تشوفوا هنايا نحطوا المايزينا، نديروا مغرف كبيرة تاع مايزينا ولا ناشا هكذا، وهنا نشدوا الفوي ونبداو نخلطوا فيه، يعني حتى نشوفوا المايزينا ما عادتش تبان في الخليط نتاعنا. هكذا ياكم تشوفوا هنايا نحاولوا نخلطوها مليح. راكم تشوفوا هنا المايزينا تاعي ما عادش تبان، دوك نرفع الكسرونه فوق النار. هنا نشعلوا عليها النار ونحطوا الكريمه تاعنا هكذايا، ونبقاو نخلطوا، ما نحوش يدينا. دايما حاجه اللي فيها نشا ما نحيش يدينا من فوق النار باش ما يهبطش، هاد ما تتكتلش وما تتحرقش معايا. هكذا راكم تشوفوا هنايا بدات تتكاتف وبدات تتقال. راني نشوف فيها بلي ما نزيدلهاش. هاكم تشوفوا، شوفوا القوام نتاعها، يعني كي تبدا تتقال هكا زعما خلا. هنا نطفي عليها النار وهي سخونه هكذايا، نروحوا موش مباشره نفرغوها. هنا نجيبوا البلا تاعنا بعد ما فرشناه بطبقه تاع البسكوي، نفرغوا هذاك الخليط، يعني الخليط نتاعنا فوق البسكوي هكا مباشره. وانتم خيروا البلا اللي يكون غامق شويه باش يكفيكم يجو هذيك التحليه تاعكم عاليه ومليحه. راكم تشوفوا هنايا نفرغوه كامل. نزيد نجيب السباتول ونهبط هذاك نتوما مباشره ما تخلوهاش حتى تتماسك، خاطش الا تماسكت تجيكم صعيبه. هنا نهبطوا الخليط كامل قبل ما شوفوا هنايا. هنا كملتها. هنا نجيب البابي ونمسح لها الجوانب، نحطها تبرد ومن بعد نورلو ليكم وتشوفوا كيفاش نزينوها. هنا تماسكت، شوفوا كيفاش حكمت روحها وشدت. هنا جبنا لي سوريز وجبنا لا جولي، انا كنت درت لها نكهه الفراوله. هنا راح ندير لها لمعه، يعني قادرين نتوما بالعسل ديروا العسل ديروا له شويه كولورا وديروا له باش يعطيه فقط لمعه. انا هنايا هذه لمسه اضافيه باش تعطي منظر الشباب. هكذا نديروا لها دهنه بلا جولي. انا درت عززت له النكهه تاعو بنكهه الفراوله. هنا راح نقسمها معاكم وتشوفوها من الداخل كيفاش جات. شوفوا يعني هذاك السيلوفان كي ترفدوا الحبه يعني تساعدكم. انا علاه درتو في البلا هكذا نقسمها معاكم. يعني انا درت مرصوات كبار، اللي حب يصغر المرصوات تخرج له كونتيتي كبيره. راكم شوفوا تحليه تجي عاليه وفيها طبقات تاع الزمان. اليوم جبت لكم ريحه الزمان. هنا نرفدها معاكم، شوفوا كيفاش تتنحى معاكم بكل سهوله رغم ما خليتهاش بردت مليح. هكذايا شوفوا هنايا نبدا نزينها معاكم. هنا كني نحيت وحده دوك نوريها لكم. هنا كمل التزيين تاعها. انا هنايا استعملت لي سوريز، اللي حاب يدير نواه كوكو يدير نواه كوكو يعكس اللون. هكذا هنا نرفد لكم وحده، شوفوا كيفاش تتنح معاكم بكل سهوله ويبانوا هذوك الطبقات ولا اروع. تقدروا تختلفوا الالوان. انا الطبقه الاخرانيه درتها وردي، تقدروا نتوما تبدلوا الالوان. هكذا شوفوا هنايا نحط لكم الوسمو، شوفوا كيفاش جات. يعني راني نقرب فيها باش نجيب لكم صورة الطبقات. يعني هذه بعدة أشكال تحلية، على بالي راح تعجبكم. فيها عدة أذواق وعدة أشكال وتعطي منظر الشباب. هكذا شوفوا. وهنا راكم تشوفوا فيها في طاولة التقديم. هنا ما بقى لي نقولكم مع السلامة، إلى الملتقى إن شاء الله. ما تنسوش الدعم والاشتراك وكترونا لي جام باش يدي هذا الفيديو نصيبه من المشاهدة. إلى الملتقى إن شاء الله، مع السلامة.